مساء الخير او صباح الخير على حسب ما بتشوف الحلقه. النهارده هنتكلم عن بعض خبايا واسرار المصارعين، وهي الوظائف بتاعتهم قبل ما يدخلوا مجال المصارعه ويتشهروا اصلا. وفي منهم مصارعين فعلا كانوا بيعانوا في حياتهم، وازاي المصارعه انقذت حياتهم وبقوا مشهورين وحالهم اتغير وبقى احسن بكتير. فتعالوا اكلمكم عن بعض المصارعين ووظائفهم القديمه. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ويلا بينا. واول مصارع هنتكلم عنه وهو الفينومينال 1 اي جي ستايلز. لا شك ان اي جي ستايلز واحد من افضل المصارعين في عالم المصارعه عامه، وكمان كان له تاثير كبير فيها. ومشهور اي جي ستايلز باسلوبه المتنوع وادائه الممتاز، وان ازاي الماتشات بتاعته بتطلع قويه. وغير كده كمان ان هو مصارع هاي فلاير. وغير كده كمان اي جي ستايلز عرف يحقق نجاحات كبيره، وكان كل اتحاد يروحه يعرف يسيب بصمه فيه ويحقق نجاح فيه بشكل كبير. وحتى لما دخل الدبليو دبليو اي حقق بطولة العالم على طول في اول سنة دخل فيها. وفعلا ده يبين لك قد ايه ان هو مصارع استثنائي وقوي جدا، وليه بصمة كبيرة في عالم المصارعة عامة. فالسؤال هنا بقى، هي ايه كانت وظيفته اصلا قبل ما يخش عالم المصارعة؟ ايجي ستايلز كان بيشتغل عامل توصيل طلبات مية، بمعنى ان هو كان بيشيل قارورة المية ويوصلها دليفري، وكانت هي دي شغلانته من وهو صغير. وايجي ستايلز كان حلمه ان هو يلعب مصارعة، بس ما كانش معاه فلوس ان هو يتدرب. فكان ايجي ستايلز بيوصل طلبات المايه دي للمدرب بتاعه من غير فلوس، مقابل ان المدرب ده هيدربه على المصارعه تمن التوصيل بتاع ايجي ستايلز. لحد ما واحده واحده ايجي ستايلز احترف في المصارعه وبقى نجم كبير. ونروح للي بعده وهم الاوسوس، جيمي وجاي اوسو. الاثنين دول طبعا من اطول ابطال التاج تيم في تاريخ الدبليو دبليو اي، فهم محققين نجاحات مع الاتحاد. وكمان زي ما انتم شايفين جاي اوسو اللي كسب الرويال رامبل بتاعت 2025 واخد حزام العالم من جونسر في راس المنيا. وده بعيدا عن انت شايفه يستحق ولا لا، بس هو حقق انجازات فعلا جوه الدبليو دبليو اي. طب ايه هي وظيفه الاوسوس قبل المصارعه؟ الاوسوس اصلا كانوا بيشتغلوا في تركيب الاساس في البيوت، بمعنى ان هم كانوا بيركبوا دواليب مكاتب كده يعني. وفي نفس الوقت هم اللي كانوا بيشيلوا الاساس ده ويحملوه على العربيات ويوصلوه برضه. وده يبين لك قد ايه برضه هم تعبوا في حياتهم قبل ما ينضموا للمصارعه. وبالفعل بعد كده هم انضموا للمصارعه، ومش محتاجه فعلا اقول لك ليه. يعني هم باين جدا هم من عيله مين. يعني ده ابوهم ركيشي وهم من عيله انواع. وبعد ما انضموا للدبليو دبليو اي عملوا مسيره قويه جدا، ولحد دلوقتي هم مستمرين في عالم المصارعه. ونروح للمصارع اللي بعده وهو الكالتيك وورير شيموس. شيموس اشتغل وظيفتين قبل ما ينضم للمصارعه. واول وظيفه كان شغالها وهي انه كان شغال فني اي تي في شركه. يعني انا مش قادر اتخيل ازاي شيموس ده فني اي تي، يعني ده واحد قادر ان هو يقلب الشركه كلها. ما اعرفش ازاي كان متحمل شغل كمبيوتر الصراحه. واشتغل برضه شيموس بودي جارد في واحده من اكبر النايت كلابس او الملهى الليلي يعني في ايرلندا. والنايت كلاب ده كان بيقعد فيه مشاهير. وبعدها شيموس دخل عالم المصارعه وانضم بعد كده لدبليو دبليو اي، وبقى واحد من اهم المصارعين في عالم الدبليو دبليو اي لحد النهارده. وزي ما انتوا شفتوا حقق نجاحات ازاي، كسب الرويال رامبل وحقق القاب العالم. ونروح للمصارع اللي بعده وهو النجم دانيال براين، واحد من افضل المصارعين في العالم. اي مكان بيحط رجله فيه بيبقى بطل عالم على طول، سواء كان اتحاد الدبليو دبليو اي او اتحاد الاي اي دبليو. دانيال براين مش مجرد بس مصارع له تاثير في مجال المصارعه، لا ده كمان له تأثير كبير كمان على جمهور المصارعة. ده غير ان هو مشهور بحركة اليس موفمنت بتاعته. ومش محتاج اتكلم عن انجازات دانيال براين، بس كل اللي هقدر اقوله لك ان هو عرف يغلب 3 اساطير في مجال المصارعة في ليلة واحدة، وحقق لقبين العالم مع بعض في نفس الليلة. مصارع زي ده وظيفته كانت ايه اصلا قبل المصارعة؟ دانيال براين كان بيشتغل عامل للوجبات السريعة، فهو اللي كان بيحضر الاكل. لكن للاسف دانيال براين ما كانش شغال في الولاية بتاعته او قريب من منطقة سكنه، لحد ما حالته المادية اتحسنت شوية ورجع تاني للولاية بتاعته اللي عايش فيها واللي هي واشنطن. واخته جابت له وظيفة في ماكدونالدز. بدأها في الأول عامل نظافة، لحد ما واحدة واحدة دخل المطبخ وبقى الشيف الأساسي في المطعم. يعني حتى في دي هو اتصعد بسرعة برضه، نفس اللي بيحصل معاه في المصارعة. فعامة يعني دانيال براين ده واحد من الأساطير، واللي مش هيجي زيه تاني في عالم المصارعة. ونروح بقى لآخر نجم هنتكلم عنه وهو ترايبل تشيف رومان رينز. رومان رينز مش محتاج اتكلم عن انجازاته، كفايه ان هقدر اقول لك ان هو اطول مصارع يشيل القاب العالم لاطول فتره ممكنه في العصر الحديث، وبقى من اكتر المصارعين اللي بياخد اعلى اجر كمصارع في العالم. طب رومان رينز بقى قبل ما يخش المصارعه وينجح فيها كان بيشتغل ايه؟ طبعا كلنا عارفين ان رومان رينز قبل ما يلعب مصارعه كان بيلعب كره قدم امريكيه، بس ما كانتش هي دي وظيفته الاساسيه، لان هو في كره القدم الامريكيه ما نجحش وما عرفش يحقق من انها النجاح المطلوب اللي هو كان نفسه فيه، فسابها وراح يشتغل حاجه تانية. فاكرين لما قلت لكم ان الاوسوس كانوا بيشتغلوا بيحملوا الاساس ويروحوا يركبوه في البيوت؟ اهو رومان رينز كان بيشتغل معاهم. فبالرغم يعني ان هم مصارعين ولاد مصارعين ولاد مصارعين، الا انهم كانوا شقيانين فعلا قبل بدايتهم في عالم المصارعه. وواحده واحده لحد ما رومان رينز جات له فرصه وانضم لدبليو دبليو اي. وطبعا ده ليه جات له فرصه كبيره كده على طول؟ عشان رومان رينز من عائله المصارعه الشهيره وهي عائله الانوائي. وزي ما انتم شفتوا بعد كده رومان رينز نجح ازاي. وبس كده نكون خلصنا الحلقه دي.
وما تنسوش تكتبوا لي تحت في التعليقات ايه رايكم في وظائف المصارعين دي، وايه رايكم في الحلقه، علشان نستكمل السلسله لوظائف المصارعين قبل الشهره وقبل المصارعه. وهنا هكون خلصت معاكم. سلام.